السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم، صباح يوم ثلاث جميل عليكم. صلوا على النبي كده، قولوا بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على أحلى فراخ وعلى أحلى طيور وعلى أحلى عروض. بنعملها مبدئيا كده أحلى عروض، وأول دفعة هتطلع من عند زهر علام النهاردة، وأحلى عرض هنعمله عشان خاطر حبايبنا الحلوين. أحلى عرض هنعمله، صلوا على النبي الأول كده، قولوا بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الكيلو ب 118، الكيلو البلد الحر ب 118. ايه يا زهره 118؟ من 125 ل 118. اه والله النهارده ب 118. ليه بقى؟ عشان تصلوا على حبيبك النبي كده وتقولي بسم الله ما شاء الله قوه الا بالله العلي العظيم على حاجتك يا زهره. يبقى البلد الحر الفلاحي النهارده جميع الاوزان معايا الكيلو ب 118 جنيه. حمراء جميع الاوزان معايا 105. الحمراء هي الصاص يا جماعه، الحمراء دي هي الصاص، فراخ حمراء هي الصاص، والكيلو ب 105. عند ارانب النهارده عرض الارانب برضه 125 جنيه الكيلو. بالنسبه للارانب عرفتوا الاسعار، يبقى فراخ قلب حر فلاحي 118 الكيلو النهارده بس. الفراخ الحمراء اللي هي الصاصو 105، الارانب 125، الفراخ البيضاء 92 جنيه. صلوا على النبي بقى كده وعلوا على احلى شويه بط واخر شويه بط عن زهر علام في الدفعه بتاعت الموسم اهي. صلوا على النبي كده. البط السوداني اللي هو البلدي بتاعنا ما شاء الله عليه الكيلو 135 جنيه، الكيلو ب 135 جنيه. البط السوداني البلدي الفلاحي. البط اللي هو الفرنساوي 98 جنيه النهارده. جميع الاوزان معايا، صلى على النبي كده، قولي بسم الله ما شاء الله قوه الا بالله العلي العظيم. صلى على حبيبك النبي، وحابه نقول كلمتين كده لوجه الله تعالى، بس صلى على حبيبك النبي. امبارح انا نزلت بص على الجروب بتاعي، اللي يعرف حد متعفف ان هو يكلمني على الخاص ويدلني ويقول لي عليه. طبعا كلنا احنا محتاجين، انا محتاجه، انتوا محتاجين، ده محتاجه، كلنا بندل بعض على اي حد يكون محتاج، اي حد يكون محتاج. كلنا احنا سبب ان احنا بندل بعض على حالات وعلى ناس احنا قاعدين في بيوتنا ما نعرفوش عنها حاجه. وفعلا انا ما نعرفش عن الناس حاجه، وفيه بيوت كتير قوي قافله على ناس قسما بالله ما عندهم الاكل، يعني ما عندهمش اكل. صلى على حبيبك النبي كده. انا نزلت البوست دوت، وانا مش عارفه ليه انا نزلته، ويمكن اول مره ننزله، ما نعرفش، ربنا خلاني انا انزله. انا رحت شفت حاله امبارح، مش عايزه نقول لكم يعني اللي هم بيقولوها تحت الصفر، لا هو ما فيش صفر اساسا، يعني هو ما فيش صفر خالص. يعني احنا مش عارفه ليه احنا بناكل ونشرب في قلب بيوتنا، مش المفروض ان احنا ندور في ناس كده في ناس كده. ناس هتدلكم يا جماعه، ناس هتدلكم. اي حد يكون هو مستغني عن اي حاجه وكتب بص زي ده اهو، هتلاقوا ولاد الخير كتير قوي بيدلكم على ناس انتوا ما تعرفوهاش وما شفتوهاش. روحوا شوفوا الناس دي. وحابه نقول كلمه كمان وجه الله، بس والله العظيم احنا ما احنا عارفين احنا هيجي علينا كمان شويه عايشين ولا لا. تمام. اي حد عنده اي حاجه ممكن نعمله مشاركه. انت مش شرط تطلعي شنطه كامله، مش شرط تطلعي وجبه كامله. انت عندك حاجه، انا عندي حاجه، زبونتي عندها حاجه مستغنيه عنها، متوفره معاها، ربنا زيتها وكرمها والحاجه دي تقدر تطلعها، تتصل بيا. مش عارفين الواحد كان في ايه امبارح. والله العظيم ربنا يكرم اللي دلتني على الناس، ربنا يحفظها اللي دلتني على الناس، واكيد هي هتسمعني دلوقتي. اي حد يا جماعه يقدر يشارك في اي حاجه يكتب لي، يبعت لي. انت عندك حاجه، انا عندي حاجه، صاحبتي عندها حاجه، هتبص تلاقينا احنا راضينا. الناس دي كلها ربنا اللي براضي اصلا، ربنا كرمك وكرمني. تمام كده. بس في ناس فعلا تحت الصفر، يعني ما فيش صفر خالص. فالناس اللي حابه تشارك باي حاجه وتكون هي قادره ان هي تشارك يبعتولي. ايد لوحدها ما تسقفش على اللي انا شفته وعلى اللي انا كتبته وعلى اللي انا سمعته، ايد لوحدها عمرها ما هتسقف. تمام كده. لازم كلنا نكملوا بعض. انا معايا ارقام ناس كتير قوي لا تعد ولا تحصى، وحالات كتير قوي لا تعد ولا تحصى. اللي حابب وعايز وتكون حالتها متيسره ونبعت لها تشارك معايا نبعت لها، لان ايدينا على ايد واحده ما تسقفش، ايد على ايد هتسعد كل الناس. ده كلمه حبيت نقولها لوجه الله، اللي ربنا قدرنا عليه احنا نعملوه. مش شرط فلوس، مش شرط هدوم، شرط ان انت تروحي تشوفي الحاله دي او الناس دي هي عايزه ايه، اللي في مقدرتك طلعيه.
اي حاجه طلعيها. انا مش في مقدرتي نطلع الا فرخه ما نطلعها، ورك ما نطلعه، كيلو سمنه ما نطلعها. اللي في مقدرتنا وربنا قادرنا ان احنا نعملوه، احنا نعملوه لوجه الله تعالى. حبيت نقول الكلمتين دولت، ويا رب كده يجعله في ميزان حسناتنا كلنا، ويا رب ندل بعض على الخير وعلى اي حاجه كويسه احنا نعملوها مره في حياتنا. قدروا اللي احنا بنعمله كل حاجه كويسه، بس الحاجه اللي هي تعتبر مره في حياتنا اللي احنا ندل بعض على الخير ونقف مع بعض، هي الحاجه دي يا جماعه. اللي انت تشوفي حد اول مره تخش عتبه بيته تحسي ان انت قلبك مكسور لما انت دخلت عنده وانت نايمه وشبعانه وواكله ومبسوطه بتروحي نادي وكده وكده، واحنا في دنيا لهيانه. فكل سنه وانتم بالف صحه وبالف خير.